اليوم رح حضر صوص البيتزا ونحطه بالبراد لحتى نستخدمه وقت نحتاجه بالقوام اللي انتو شايفينه. طعمته كتير طيبة وطريقته كتير سهلة. خلونا نشوف كيف حضرته سوا. ملعقة طعام من الزبدة، رح ضيف عليهم ملعقتين طعام من زيت الزيتون، هيك سوا بتطلع نكهتهم كتير طيبة. وهلأ رح ضيف بصلة حجم وسط مقطعة ناعم وبقلبها كتير منيح لحتى تدبل عندي البصلة. هلأ رح ضيف حبتين من الثوم المهروسين وبقلبهم سوا لمدة دقيقة. وهلأ رح ضيف الريحان، 5 ورقات من الريحان مقطعين ناعم، وإذا مش متوفر استبدلوه بالنعناع. هلأ رح ضيف 5 حبات من البندورة مقشرين ومقطعين ناعم. رح ضيفلن البهارات والملح. البهارات اللي استخدمتها رح تظهر عندكن على الفيديو. ومنغطيها لمدة 10 دقايق لحتى البندورة تستوي عندي. وهلأ رح ضيف ملعقتين صغار من رب البندورة أو حسب ما البندورة حمرا عندكن. منقلبها ومنغطيها لمدة ربع ساعة لحتى تستوي. بتصير عندكم بهيدا الشكل. وهلأ بدنا نهرسها. لازم نهرسها كتير منيح لحتى البندورة تختفي عنا والبصل، وتصير بالقوام اللي انتو شايفينه. فيكن تعملوها بالخلاط كمان. هلأ رح اسكبها لحتى تشوفوا القوام قدامكن. بس لا تحطوها بالبراد، قبل ما تبرد بتحطوا على وشها زيت زيتون وبتسكروها كتير منيح وبتحطوها بالبراد. فيكن تحتفظوا فيها ل10 أيام. بتمنى تعجبكن وألف صحة وعافية.